على طول بتقوم من النوم وتمسك الموبايل وتقول لنفسك هقوم بعد نص ساعة، ووقت الغدا يجي تقول لحد بعد الغدا، وفجأة يجي عليك الليل وانت لسه ما عملتش اي حاجة. الاحساس ده بيخلينا نحس ان حياتنا ماشية من غير ما نتحكم فيها. فعلشان كده انا جايلك النهاردة نطبق مع بعض 3 خطوات بسيطة جدا، ولكن لو طبقتها يومك هيبقى منظم بدرجة كبيرة جدا، وهتنجز حاجات انت اصلا مش عارف انت انجزتها ازاي من غير ما تحس. فكمل معانا الفيديو للاخر علشان نعرف ال3 خطوات دولت ونطبقهم مع بعض. واول خطوة معانا احنا لازم نبدأ بيها وهي تقنية ال3 مهام. احنا بنفكر اننا لازم نخلص كل حاجة في يوم واحد، وبنكتب قائمة طويلة، ولكن لما بنيجي نبص عليها بنتوتر ومبنعملش منها اي حاجة. الحل انك تسأل نفسك ايه اهم 3 حاجات في المهام اللي انا كتبتها، وتبدأ بيهم يومك علشان لما تخلصهم تحس ان انت انجزت انجاز كبير. يعني مثلا انا اهم 3 حاجات عندي النهاردة ان انا اذاكر درس، وان انا ارتب مكتب، وان انا اتكلم مكالمة مهمة. فدول ال3 حاجات اللي انا لازم اخلصهم علشان لو اليوم عدى بسرعة احس بانجاز داخلي. ولو خلصتهم بدري وعاوز تعمل مهام تانية يبقى انت كده بطل. ولكن فكرة الليستة الطويلة تكتب لي فيها 20 مهم وما تعملش منهم اي حاجة، فكرة فاشلة وهتحبطك على الفاضي. تخلص منها فورا. اقطع الليستة ديت وهاتلك لستة جديدة اكتب فيها 3 مهام بس. تمام. ودي تبقى اول خطوة معانا تقنية ال3 مهام. يلا بينا نروح على الخطوة التانية وتاني خطوة معانا وهي تقنية البداية الصغيرة. احنا ساعات بنكسل مش علشان الحاجة صعبة، لا، ولكن علشان شكلها كبير. تخيل طالب بيقول انا هذاكر كتاب 200 صفحة، مجرد ما يفكر في الرقم اصلا هيهرب على طول. ولكن لو قال لنفسه انا هفتح الكتاب دهوت 5 دقايق بس، فعقله هيقول 5 دقايق شوية صغيرين فيلا نجرب، فعقله هيوافق على طول. انت جربها مع نفسك دلوقتي، قول لنفسك انا هذاكر ربع ساعة بس. بمجرد ما تبدأ هتلاقي نفسك كملت من غير ما تحس. والنقطة ديت اسمها قوة البداية الصغيرة، لأن البداية هي دايما أصعب حاجة في المشوار، ولكن مجرد ما تبدأ كل حاجة بعدها بتكون سهلة. ويلا بينا نروح للخطوة التالتة والأخيرة واللي تعتبر أهم خطوة فيهم كلهم. الخطوة التالتة هي كافئ نفسك. المخ البشري بيحب المكافآت جدا. يعني لو انت خلصت مهمة وربطتها بحاجة انت بتحبها هيديك دافع تكمل. ازاي؟ تعال اقولك. مثلا انت لو ذاكرت ساعة ولا ساعتين مذاكرة جد، اربط الموضوع دهوت ان انت بعد ما تخلص هتسمع فيديو انت بتحبه مثلا. بس طبعا اوزن الميزان، ما تذاكرش ساعة وتسمع فيديو ساعة. ماشي؟ فانت لو فكرت كده هتدي دافع لنفسك انك تكمل. مثلا قول لنفسك انا هذاكر ساعتين، وبعد ما اذاكر هتفرج على فيديو انا بحبه. فهو طول ما انت بتذاكر انت عاوز تذاكر بجد وتخلص علشان انت تتفرج على الحاجة اللي انت بتحبها. فكون انك بتكافئ نفسك مع الوقت هتلاقي نفسك بتذاكر او بتعمل تنجز مهمات بسرعة فائقة علشان تعمل الحاجة اللي انت بتحبها بعد كده. تمام. إدارة الوقت مش معناها إنك تعيش يوم كامل منظم بالدقيقة، لكن إن أنت تركز في يومك على الأهم. تبدأ بخطوة صغيرة وبعدها تدي لنفسك دافع إنك تكمل زي ما احنا قلنا في الخطوة التالتة. ودورك دلوقتي إنك تجرب الخطوات دهي. ولو عجبك التغيير شاركنا في الكومنتات ايه اكتر خطوة هي اثرت معاك، وبعتها لكل اصحابك وزمايلك اللي انت بتحبهم، وشاركها في كل مواقع التواصل الاجتماعي علشان تعم الفائدة ونستفاد انا وانت وناس كتيرة تستفاد. تمام. ولو عجبك المحتوى دوت ما تنساش تدعمنا علشان نستمر في صناعة هذا المحتوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.